السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عبير ودي قناتي اسمها وصفات بيرو، وبحب اقدم لكم دايما كل جديد. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا 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 وسهل وبسيط، ما بياخدش معانا اي حاجة. عملنا النهارده الجبنة الكريمي من الجبنه القريش، يعني طلعنا من الجبنه القريش جبنه كريمي، يعني حوالي كيلو، من نص كيلو جبنه قريش طلعنا لكم حوالي كيلو جبنه كريمي. انتوا طبعا عارفين الجبنه الكريمي بتتباع بكام، والكوبايه منهم بتتباع بكام. الكوبايه اللي تقريبا حوالي 200 جرام دلوقتي عدت تقريبا كده ال50 جنيه. فاللي احنا دلوقتي هنعمل بقى كيلو كامل كده من نص جبنه قريش، وطريقه سهله وحلوه وقوام كريمي جدا جدا وطعم حكايه جدا جدا جدا. وهنعملها لكم بكذا طعم، وانتوا كان ممكن تعملوها وتبدعوا تعملوا اي طعم انتوا عايزين تعملوها فيها تعملوها. شايفين ما شاء الله بنفردها على العيش حلوه جدا ازاي، شايفين كريمي جدا 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 وحلوه وطعمها حلو وريحتها حلوه وقوامها حلو وكلها حلوه كده جميله. بس انتوا جربوها وامشوا على نفس الخطوات كده وهتعجبكم جدا جدا جدا. وندمنا ان احنا عملناش من زمان. وتعالوا بقى دلوقتي نخش نشوف هنعملها مع بعضنا ازاي. بس قبل ما نخش على الوصفه اوعوا تنسوا اللايك والشير وتفعيل الجرس. تمام، تعالوا بقى نخش ونسمي ونقول بسم الله ونشوف هنعمل النهارده الجبنه بتاعتنا دي ازاي. من نص كيلو جبنه قريش، كيلو جبنه قريش هالك اللي هو المكسره، او كيلو جبنه قريش اللي هي سليمه. الحتت دي مش مشكله، اي جبنه هنعملها بيها، المهم ان احنا هنعملها نحولها لجبنه كريمي تحفه جدا. تعالوا بقى نخش ونسمي ونقول بسم الله كده. احنا معانا للوصفه بتاعتنا النهارده معانا نص كيلو جبنه قريش، جبنه قريش مكسره، جبنه قريش سليمه. المهم نص كيلو جبنه قريش، معانا كوبايه لبن، معانا معلقه زبده، معانا مثلثين او 3 جبنه نستون. ممكن نستغنى خالص عن الزبده وعن الجبنه النستون دي خالص، ونخليها بس نكتفي باللبن بس. لكن احنا عايزين نديها قيمه غذائيه اكبر واكبر. انتوا عارفين الجبنه قريش كلها قيمه غذائيه طبعا ومفيده جدا، بس احنا هنزود القيمه بتاعتها بمعلقه الزبده وبالجبنه المثلثات بتاعتنا. احنا دلوقتي معانا الخلاط، هننزل في شفشق الخلاط ده كوبايه اللبن ومعلقه سكر صغيره. معلقه السكر دي يعتبر ماده حفظ للجبنه، ده اذا كانت قعدت عندنا عشان ماده حفظ، هي اصلا مش هتقعد حاجه عندنا في الثلاجه. احنا دلوقتي نزلنا بكوبايه اللبن ومعلقه السكر الصغيره، ونزلنا بالجبنه القريش اللي عندنا اللي هي حوالي نص كيلو، ومعانا هنا مكعبين او مثلثين جبنه، ومعانا معلقه زبده. بس اهم حاجه تكون الزبده اللي عندك نوعها كويس، عشان طبعا بتدي طعم اجمل واحسن واحلى طبعا للجبنه الكريمي. هنا في الخلاط وهنضربهم مع بعض. ممكن نزود شويه لبن كمان، بس انا مش عايزه ازود لبن اكتر من كده، مش عايزاها تبقى خفيفه، انا عايزه القوام بتاعها يبقى زي بتاعت بره بالظبط. انا بساعد كده الشفشه بالاسباتوله بتاعتنا. شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي؟ تبارك الله، شايفين ما شاء الله؟ شايفين الكميه رمتها معانا قد ايه؟ احنا معانا 3 بولات هننزل فيهم في ال3 بولات بتوعنا دولت، وهنعملهم دلوقتي 3 اطعمه مختلفه. وممكن نعملها مش 3 اطعمه بس، ممكن نعملها 3 و4 و5 و10 باي طعم احنا بنحبه واي طعم احنا عايزينه. احنا النهارده هنعملها سبايسي، معانا الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وهنعمل بحبه البركه، وهنسيب طبق ساده كده لوحده. وانتوا حابين تبدعوا بقى ابدعوا، حابين تعملوها بالبسطرمه اعملوها، بالجبنه الرومي اعملوها، بالجبنه الشيدر اعملوها، بحبه البركه زي ما انا كده عاملاها اعملوها. عايزين ما شاء الله تعملوها اللي اسمه ايه، نسيت اي حاجه، الزعتر، دقه الزعتر دي اعملوها حلوه جدا. اي حاجه هتضيفوها عليها تبقى حلوه، بس الزعتر لما حطوا عليها معلقتين زيت زيتون بتبقى تحفه جدا جدا جدا. بصوا شايفين بقى دلوقتي دي احنا لسه عاملينها القوام بتاعنا ده. بص احنا هنحطها في التلاجة بقى دلوقتي. القوام بتاعه يعني من قبل ما نحطها في التلاجة القوام بتاعها حلو جدا، بس هنحطها في التلاجة برضو ونرجع تاني اوريها لكم بعد ما نحطها في التلاجة القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. هتبقى فعلا فعلا قوام نفس قوام الكوبايات. شايفين ما شاء الله شكلها تحفه حلوه قوي وطعمها حلو جدا، جربوها. بصوا اوريها لكم، بصوا في العيش، شايفين في العيش بقى، بصوا شايفين، بصوا واحنا بنفردها معانا ناعمه جدا جدا وطعمها حلو، فعلا طعمها حلو، جربوها. انا والله ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان. الوصفه دي حلوه عجباني جدا، وكل اللي دقها عجبته قوي قوي وانبهر بيها فعلا، وقالوا لازم يجربوها. انتوا مش على الخطوات بس معانا. وعلى فكره لو انتوا مش عايزين تزودوا زبده ولا جبنه مثلثات ممكن تعملوها بلبن بس زي ما انا قلت لكم، بس احنا من الاول والاخر نعمل لكم، احنا بس بنحب نزود في القيمه الغذائيه بتاعتها. مع ان هي الجبنه القريش لوحدها قيمه غذائيه حلوه جدا، بس احنا هنا في ولادنا في كتير ما بيحبوش الجبنه القريش، فاحنا حبينا ان احنا نغير لكم كده. ايه رايكم فيها؟ تحفه جدا جدا. لو عجبتكم الوصفه اوعوا تنسوا اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.